بصراحه. حلقات السعوديه يا جماعه اكلات مصريه على اراضي سعوديه عشان نخلي المصريين يجربوا الاكل المصري في السعوديه والسعوديين يجربوا الاكل المصري في السعوديه. فرحنا النهارده عند كبده صدقتها. بقول لك ايه، ادخل شوف. ايه ده، احنا ما خرجناش من مصر والله العظيم يا جماعه بص، هو الغرض من السفريه المره دي حته ان الناس في غربه، فلما بتلاقي حاجات مصريه بيبقى اصحابها كمان مصريين وبتبقى الشيفات اللي جوه مصريين، فبتحس ان انت رجعت لبلد تاني. يعتبر الفيديوهات ديت هتبسط اي حد مصري عايش في السعوديه عشان هيستمتع بقى، خلاص فايب مصري 100%. جبنا لك الحواوشي يا باشا. ده عيش بقى بلدي عادي، اضرب. حواوشي طعمه حلو، مش سبايسي قوي. كان العيش محتاج يتحمص شويه من تحت، يعني من فوق محمص بس من تحت مش محمص. ده حواوشي سجق جبنه. هلا والله، هلا. ده حواوشي سجق وبسطرمه. ابشر، كل ما نكلم حد سعودي يقول لنا ابشر. ابشر. انا اصلا النهارده بقول لواحد ابشر، قال لي ايه مش فاهمك، قلت له ايه ده يعني غريب. ابشر ليه؟ يعني ابشر ليه؟ ده حواوشي حادق بقى شويه عشان السجق مع البسطرمه تيجي معاهم الجبنه، وفي نفس الوقت مش مملح قوي، فده حلو قوي. بص بقى، ده المفروض قالوا لنا ان هو سيجنتشر هنا، كان ملايز اونيون مع جبنه شيدر مع اللحمه. واخدين الحواوشي مبرجرين. ده مبرجرينه خالص. شوف، وده اكتر واحد محمص من ناحيتين وباربيكيو. هو اصلا حواوشي باربيكيو اسمه، لذيذ جدا. ده بقى عباره عن ايه؟ لحمه مع كريملايزد اونيون مع صوص شيدر مع والبصل متكرمل بباربيكيو كمان. الميكس ده كله مع بعضه موديه، تحس ان هو ميكس فعلا ما بين حواوشي وبرجر، مع العيش بقى اللي برده ده جامد قوي. ترتيبي زي ما هم مترتبين كده، الحواوشي 1 برجر، 2 3. الحواوشي العادي. خش بقى في خش في الدين. ده طبق مشكل، طبق الحاجات اللي انت ما بتحبهاش بقى. هو ما رضيتش اقول لك على سمين فكره بقى. بحب الكبده يعني. بيبقى فيه ممبار ومخ وكبده ولحمه راس. انت بتحب على فكره معظم المكونات ما عدا الطحال مثلا. انا كمان ما بحبش الطحال على فكره. ما قبل كده خالص. طب تيجي نجربه انا وانت؟ تعالى، انا ممكن لما ادوق يعجبني عادي. بس انا ما بحبوش اصلا، فتخيل لو انا ما بحبوش. ما هو بقى عضو اسمه الطحال، هو انا بس بحس ان هو زفر شويه، فتعالى نجربه. تحسه ميكس ما بين الكبده والفشه، بس انا صراحه ما ضايقنيش يعني. انا كنت بحس ساعات زفر شويه. نزل يا باشا براحتك. مخ بالزبده ده، هو الراجل قال لي لسه عاملينه جديد، والظاهر ان هم مغطسين العيش في كل شيء السمنه والزبده وكل شيء تبع المخ، المي تبعت المخ والخضار. ان شاء الله يعجبك. هو كده بياعين بياعين. انت كده بوظت الدنيا خالص يا باشا. تسلم حبيبي، خد دوق الطحال. هذا الطحال مش هيضايقك، هو طبق سمين تحسه بريميوم بس شويه يعني، عادي هو مش. تعالوا ندوق الفشه مع بعض. ايه دي، حاطين جواها جبنه ولا ايه؟ الفشه دي الرئه. الطحال ملمسه بس اللي مش حلو. مرمل كده هو شبه طعم الكبده على فكره. هو قريب ما بين الكبده قوي. الفشه لحمه بس ايه ما بين اللحمه والكبده. اوصف لك انا بالظبط، بس كبده جملي يعني، مش كبده اللي هي كبده فيها قرشه شويه، مش مرمل. تحس الكبده على لحمه مش مرمله، نفس الطريان بتاع الكبده وانها مش مرمله. طبعا ما شبه اللحمه. لما تيجي ناخد واحده بس مخ بالزبده. بص ده مخ معمول بالزبده. لا ناخدها بقى بالعيش اللي هم حاطينه. اوف، بص ده مغطسين العيش. لا خطير. انا بحب المخ بصراحه. اعمل لك لقمه انا ومصطفى قبل الفيديو بنولع في بعض. خلصنا واحنا بناكل اعمل لك لقمه. لا خطير. كواليتي الاكل في السعوديه تحس انها قويه يعني. تحس ان الخامات كده مصروف عليها جامد. ناخد بقى مخ بالايه، مخ دوت معمول بقى بالعادي مقلي هنا. ايه المخ ده؟ ايه المخ ده؟ هو مصطفى قفش طبق مخ انا ما كنتش واخد بالي منه اساسا. احنا كنا عايزين بتنجان وخيار مخلل بس. نخش في ايه؟ لحمه راس اهي. ناخد معاها بقى حته جرجير. عجبني قوي ان الاكل شعبي قوي ونضيف قوي. انا بحب السلايد ده. ده طاسه سجق بالجبنه لسه شغاله والله. دي طاسه مصطفى حلو قوي. دي بيجيبوا الجبنه دي منين ده؟ مش عارف بيجيبوها منين دي؟ انواع الجبن هنا غريبه يا جماعه. خدها صوص. يا الله. مخ بالزبده يا جماعه، مخ بالزبده وطبق السمين دوت مع حواوشي باربيكيو. تبقى انت كده اكتملت متعه السعاده يعني. انا بما ان طبق السمين ده فيه كل حاجه طعمها نظيف الحمد لله، مش مفيش حاجه فيهم طعمها ايه مش نظيف. مش هاخد ولا كبده لوحدها ولا مخ لوحده. هاخد الطبق ده مع مخ بالزبده مع واحد حواوشي باربيكيو. طب ما تيجي نعمل السندوتش المفضل ليك. جامد. بص بقى هنا نفتح يعني ده. بيخبزوه في مخبز جوه يا جماعه مخبز لقيناه. جوه هنا. انا عاجبني ان المصريين عاملين شغل عالي. والله. انتظرونا في السعوديه. كبده ناخد فشه. ايه البتاع الغريب ده؟ حط عادي. حط طحال نحط. حط طحال. لحمه راس. تحط لحمه راس. مخ. حط مخ. حطيت كبده في الاول. ممبار. حط ممبار. احط حواوشي. لا انت ممكن تحط دي. لا مش عايز يتوه طعمها جوه بصراحه، بس يعني ناخد حته. ايوه يا جماعه دي اكله لاصحاب القلوب القويه. عيب عليك. ماشي يلا. هو ده الساندوتش يا جماعه. كده تاخد من هنا كده وتقفل كده. والله بيبقى من جوه عامل كده يا جماعه.
مفيش طماطم مخلله؟ في اهي ايه ده؟ بالبيستو تقريبا، ولا بالافوكادو دي، ولا بايه دي مش عارف. مفيش بتنجان مقلي. المهم يا جماعه احنا ايه طلبنا منه بتنجان بس لسه ما جابوش، فبناكل دلوقتي الساندوتش دوت اللي ناقصه بس سن البتنجان. ناخد قطمه كمان. كل ده وناقصه فعلا ساندوتش لسه ناقص فاهم. انا شايله انا. انت طلعتها ليه؟ يعني انا تمام. انت عملت كده طلعت فايدين. مش هقدر اكمل اكتر من كده، مش عارف. البتنجان جه؟ لا نكمل بقى. نكمل. البتنجان جه معلش نكمل بقى. لا لو البتنجان جه والله كان ناقصه. احنا ما فضلناش حاجه. فاضل بس الطاسه الجميله. انت خلصتها اصلا. يعني نصها. يعني هي خلصت عندك. بس بصراحه حلوه برضه. لا هو كواليتي الاكل حلو قوي بصراحه، وهتنبسط بفكره ان انت بتاكل، يعني عارف اللي هو لو انت سعودي عايز تجرب الاكل المصري، ولو انت مصري وحنيت للاكل المصري. احنا خلصنا. لخصت كده التجربه في السريع منه. ميه ونرجع نقفل. طب ماشي يلا. بس يا جماعه هم كانوا قاعدين ورانا بس بايه فبيعملوا في الاكل جريمه يعني معينه. احنا خلصنا خلاص وقلنا نشرب نختم برضه مشروبين مصريين، وهو صوبيا وعناب. كبده وصدقتها. مصطفى عاجبه الاسم عشان كده قال كبده وصدقتها اكتر من احنا فين هنا في المروه ولا في الورده؟ الورود. احنا هنا في الورود فعلا. تمام. الصوبيا خطيره. طب ايه بقى؟ خلاص احنا كده يا جماعه جربنا تجربه بتاعه مصريه على ارض سعوديه تاني. فشنا التجارب خلاص اللي يعتبر احنا مش عارف، حاسس ان احنا خلصنا. لسه يا باشا لسه في كتير. لسه لسه يا باشا. طب خلاص لو لسه بقى الواد مصطفى هو اللي مرتب الدنيا كلها. احنا النهارده جربنا كبده وصدقتها في الورود، اكله مصريه معموله بطريقه بريميوم شويه والكواليتي حلوه والخامات حلوه. اوفر اول تجربه هتبسطك، ايفن لو كمان مش هتحس ان انت بتتلكم. هي دي بقى اكتر حاجه بقى بجد حسينا دلوقتي، ان انت مش هتلاقي صدرك بيحمى ولا ان انت بتموت. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى. طبعا كالعاده الفاتوره بعد اخر الفيديو. يا جماعه عشان بس تبقوا متعودين احنا الفواتير كلها بتبقى اخر الفيديو. دفعنا 282 ريال ويتشز ما تحسبهاش بالمصري، تحسبها بالريال هتلاقيها حلوه قوي لان احنا طالبين اكل يكفي. لا طالبين كتير. 6 افراد. احنا بيبقى معانا 4 اوف كاميرا، انا ومصطفى بس اللي بنبقى موجودين. ف 282 ريال واقفل بقى.